شهد محيط مطار فاسيسايس زوال اليوم الجمعة حادثة طيران خطيرة إثر سقوط طائرة مدنية صغيرة من نوع هوكر 800 تحمل الترقيم المغربي والتابعة لشركة إير أوستيون الخاصة. وحسب المعطيات المتوفرة فإن الحادث وقع أثناء محاولة الطائرة الهبوط على المدرج قادمة من مطار مراكش المنارة، حيث انزلقت الطائرة وانقلبت عند نهاية المدرج في ظروف لا تزال قيد التحقيق من قبل السلطات المختصة. وكانت الطائرة تقل على متنها 3 أفراد من طاقم الرحلة أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، وقد تم نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاجات الضرورية دون تسجيل أي وفيات في صفوف الركاب. وفور وقوع الحادث تدخلت فرق الإنقاذ والإطفاء بالمطار بشكل سريع لتأمين المكان والسيطرة على الوضع، خصوصا أن موقع الحادث كان قريبا من المناطق الحيوية للمدرج، ما استدعى تطبيق إجراءات السلامة الاستثنائية لتفادي أي مخاطر إضافية. وقد تم فتح تحقيق رسمي من طرف المصالح المعنية بتنسيق مع المكتب الوطني للمطارات من أجل تحديد الأسباب الحقيقية والظروف المحيطة بهذا الحادث، وذلك في إطار احترام إجراءات السلامة الجوية المعتمدة ووفق البروتوكولات المعمول بها في مثل هذه الحالات. وتثير هذه الحادثة تساؤلات حول مدى جاهزية بعض الطائرات الخاصة وسلامة مسارات الهبوط في عدد من المطارات المغربية، خاصة مع تزايد استعمال هذا النوع من الطائرات في الرحلات التجارية والخاصة على السواء. ويبقى الرهان اليوم على نتائج التحقيق التقني لتوضيح الملابسات وتفادي تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا، حفاظا على سلامة الأجواء المغربية وثقة المسافرين في المنظومة الجوية الوطنية. كان هذا خبر اليوم، شكرا على اهتمامكم، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والمشاركة في القناة فضلا وليس أمرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.